لو انت طالب وعايز تذاكر بدون مدرس فالأداة دي تهمك. لو انت مدرس وعاوز تشرح بدون عناء فالأداة دي تهمك. ولو انت منشئ محتوى فالأداة دي هتهمك مليون المية. الأداة دي مجانية 100% من جوجل. هتشرح وتسأل وتحل وتلخص وتنشئ فيديو كمان صوت وصورة، وكل ده مجاني. طب التفاصيل وكل ده هيتم ازاي؟ هو ده موضوع حلقتنا، خليكم معانا ومستر تك. في البداية لو بتتابعنا لأول مرة متنساش تضغط سبسكرايب وتشترك في القناة، ومتنساش اللايك الجميل وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. الأداة زي ما قلنا من جوجل ومجانية 100%، يعني لازم يكون ليك حساب على جوجل زي الجيميل بتاعك مثلا. هتفتح الجيميل بتاعك، يعني افتح موقع جوجل وتكون كونكت على الجيميل بتاعك. هتيجي على الست نقط دول أو التسع نقط دول وتضغط كليكة كده وتنزل تحت خالص. هتلاقي حاجة اسمها نوت بوك ال ام. طيب لو ديت مش موجودة عندي، لو مش موجودة عندك هتكتبها هنا نوت بوك ال ام، هتلاقيها جاتلك بالشكل ده. هتدخل هنا بقى على تجربة أداة نوت بوك ال ام. لو دخلنا هنا مثلا على اد أو دفتر ملاحظات جديدة، هتلاقي هنا تحميل المصادر. هنا مثلا انت ممكن تحمل زي مثلا تكست او بي دي اف او ملف صوتي MP3، يعني ممكن تسجل صوتك وترفعه، او اي صوت طبعا خارجي، اي صوت موجود عندك، اي ملف صوتي عايز ترفعه مفيش مشكلة. طيب في ايه تاني؟ في نص، ممكن تجيب نص منسوخ من ملف وورد مثلا، او تكتب انت النص بايديك وترفعه. طب هنا رابط موقع الكتروني او يوتيوب ايا كان، سواء فيديو او كلام مكتوب في موقع وعايز تشرحه مفيش مشكلة. جوجل درايف، يعني ممكن تخش على جوجل درايف عندك وتحمل الملف اللي انت عايزه وبرضه يعمل عليه نفس الكلام. طيب تعالوا كده نبتدي مثلا بالنص. لو انا هنا مثلا عملت لصق لنص، يعني مثلا ده عندي هنا ده كده مثلا ملف وورد اهو، انا دخلت خدت الكلام كوبي بالشكل ده اهو. ده مثلا موضوع بيتكلم عن الكابلات الفايبر اهو، كوبي، وقمت انا هنا عامل له باست او لصق، وبعد كده عملت ادراج. كده هو حملهولي اهوت، كتب لي تكنولوجيا الالياف الضوئيه. تعالوا بقى نشوف هو عمل لي ايه. لو جينا نبص تحت كده هتلاقيه جاب لك اسئله: ما هي الاهميه الاستراتيجيه، كيفيه توزيع، ما هي مجموعه اسئله عن الموضوع. طب لو ضغطت على مثلا سؤال منهم، هل هيجيب لي الحل بتاعه؟ جاب لي الاجابه بتاعته، يعني كيف يتم توزيع وتوصيل خدمة الألياف الضوئية للمنازل والأفراد فعليا على الأرض، التوزيع والتوصيل الفعلي. جايب لي كل حاجة اهوت، شرح كامل عن السؤال، مش إجابة وبس، ده إجابة وبالتفصيل. إجابة وبالتفصيل، يعني ده أنت لو اديته كتاب هيلخصه لك وهيجيب لك كمان أسئلة وأجوبة عليه. طيب أنا كده عرفت أدوات الرفع. أنا ممكن أرفع حاجة مكتوبة أو أرفع ملف صوت أو أرفع ملف PDF أو فيديو. تمام. طيب بعد كده تقدر تعمل بقى ملف فيديو، ملف بالصوت، تقرير زي اللي جابه لنا ده، تعمل بطاقات تعليمية، كل ده. طب كل الحاجات ديت ايه؟ تعالوا كده نبتدي مثلا بملف صوتي. لو ضغطت على ملف صوتي قال لك جاري الإنشاء، كده هو يعمل لك ملف صوت، يعني هيقول لك الكلام ده والشرح ده كله بالصوت، هيشرح لك الدرس اللي انت اخترته بالصوت. طب لو عايز صوت وصورة تضغط على
ملخص بالفيديو، أو هنا بعمل جاري الإنشاء. الحاجات دي بتاخد وقت. على ما تخلص تعال نشوف ايه اللي بعدها. هنضغط برضو على خريطة ذهنية، جاري الإنشاء، وهنا في كمان اختبار. خد بالك انت هنا كمان ممكن تعمل له إجراءات مقترحة، يعني ممكن تقول له الاختبار هيبقى عبارة عن ايه، وتختار ان هو سهل ولا صعب ولا متوسط، والأسئلة عادية ولا ايه. يعني ما هتختار كل حاجة، يعني مش يعني ممكن انت تسيبه هو يختار لك، ممكن انت تختار الأسئلة اللي انت عايزها. تمام، ادي انشاء، وفي بطاقات تعليمية. طيب ده كده لو انا عندي مصدر، يعني انا عندي ملف وعايز الخصه، او عايز اعمل له انشاء فيديو، او عايز اعمل له انشاء صوتي. طب لو انا ما عنديش حاجة وعايز اعرف حاجة عن الموضوع ده، في هنا حاجة اسمها استكشاف. لو ضغطت عليها كده اهو قال لك وصف المحتوى المطلوب. تمام، هتكتب المحتوى اللي انت عايزه، هتبتدي تتكلم معاه، تبتدي تكتب له الموضوع اللي انت عايزه. مثلا لو كتبنا الالياف البصريه، وضغطت هنا على ارسال، زي ما انتم شايفين ابتدى يبحث عن الموضوع ويجيب لي الافكار بتاعته. هنستنى شويه كده لحد ما نشوف هيجيب لنا ايه. اهو جاب لنا كده عده مواضيع وانا اختار منها. اهو مثلا الالياف البصريه، مكوناتها، انواعها، ما الفرق بين الالياف البصريه او احاديه. يعني جاب لي معلومات وجاب لي عده مصادر، وانا اختار منها المصدر الكويس ليا، او المصدر اللي انا الاقيه مناسب. يعني لو انت ما عندكش مصدر، ما عندكش فيديو، ما عندكش رابط، ما عندكش اي ملف تقدر تحمله له، بتدخل انت وتبحث عن مصدر او عن المصادر، وهو يجيب لك مجموعه مصادر ويقول لك اختار منها. تعال نشوف بقى الحاجات اللي هو عملها لنا شكلها ايه. تعال نشوف كده مثلا الاختبار. جاب لي هنا مجموعة أسئلة اهو. ما هي الوظيفة الأساسية لعلبة توزيع الألياف البصرية أو الألياف الضوئية؟ وجاب لي هنا يعني ده سؤال اختياري اهو، من A و B و C و D، المفروض ان انا اختار منها. طب لو ضغطت التالي جاب لي سؤال تاني، تالي سؤال تالت. يبقى كده انت كطالب هتقدر تحط له هنا الدرس، وهو هيعمل لك اسئله عليه، هيعمل يعني مش شرح بس، لا ده شرح وهيعمل لك كمان اختبار. طيب تعال نقفل ده كده. طيب تعال نشوف اللي بعده. في حاجه اسمها بطاقات. تعال نشوف كده البطاقات ديت عباره عن ايه. ما هو الاسم العربي للجهاز الذي يتم تركيبه لتوزيع خدمة الإنترنت عبر الألياف الضوئية. لو ضغطت هنا كده على عرض الإجابة جاب لك الإجابة، يبقى ديت البطاقات. تمام، بيجيب لي أكتر من، هشوف جايب لي هنا لحد 17 بطاقة. طيب تعال نشوف إيه. طيب هنا تكنولوجيا الألياف الضوئية، ده عبارة بقى إيه عن شرح والملخص اللي قلنا عليه. طيب مثلا لو ضغطت هنا مثلا جايب لي مقارنة الإنترنت التقليدي والإنترنت الألياف البصرية أو الفايبر. جاب لي كده أهو، جاب لي زي جدول أهوت ومقارنة. حاجة جميلة جدا بصراحة، يعني بصراحة حاجة ممتازة. جاب لي يعني عد يعني كذا حاجة، مش حاجة واحدة بس. أهمية وتطوير الفايبر، خطوات تركيب المنزلي، وهكذا. يعني أنت هتديله المصدر بتاعك، او هتكتب له اللي انت عايزه ايا كان بقى الوسيله اللي انت هتديها له،
هيجيب لك هو الملخص، هيجيب لك الأسئلة، هيجيب لك الاختبار، هيجيب لك كل حاجة. طيب ده كطالب أو كمدرس. طيب كمنشئ محتوى، كمنشئ محتوى احنا عندنا هنا هيجيب لك ملخص صوتي وملخص بالفيديو. طيب ملخص الصوتي انا عملته هنا اهو، ده كده الملخص الصوتي. ويمكن الأهم لنا كلنا إزاي الواحد يعرف إن الدور قرب عليه يعني، وإن طيب الخدمة هو دي هتوصل دلوقتي قريب عنده. خلينا نبدأ كده ونشوف المصادر. اهوت. أهلا بيكم في جولة جديدة بنشوف فيها المصادر اللي وصلت لنا بتقول إيه. الفترة الأخيرة دي أكيد ناس كتير مننا لاحظت وأنا طيب منهم صوت زي ده بقى إن انا في اقدر صناديق احمله على جديدة الجهاز كده عندي؟ شكلها مختلف تعالوا نشوف شوية كده. بدأت تظهر وتتركب في أماكن كتير في مصر، على لو ضغطت العمارات كده وفي على الشوارع. الثلاث نقط دول والمصادر اللي هتلاقي معانا هنا في النهاردة كلمة بصراحة بتدخل في تنزيل، تفاصيل لو القصة دي، ضغطت عليها حكاية الصناديق دي وإيه التكنولوجيا اللي وراها. فمهمتنا هنا واضحة، عايزين نفهم بالظبط من كده خلال هو المصادر نزل دي لي إيه الملف هي الصناديق الصوتي دي، ويعني هنا، إيه اللي يخلي يعمل التكنولوجيا داونلود دي مختلفة للملف. خالص عن الإنترنت اللي طيب أغلبها. تمام بالنسبة للملف الصوتي. طيب انا كده ممكن اقدر اضيفه عندي على مجموعة صور واعمل فيديو ليا، او اضيفه حتى على صورتي انا زي ما انا عايز، مفيش مشكلة. طيب دي حاجة. الحاجة التانية كمان انا ممكن اخد الملخص ده اقوله انا بصوتي، مفيش مشكلة. انت كده خدت الملخص عندك، يعني انت خدت الكلام اللي انت هتقوله اساسا. فسواء انت مدرس او منشئ محتوى او انت طالب هتقدر تستفيد بحاجة زي دي. طيب بالنسبة بقى للفيديو، ادي الفيديو بتاعي اهوت اللي هو عمله. لو ضغطت على تشغيل يا أهلا بيكم. النهاردة تشغيل هنتكلم عن الفيديو، حاجة كده كلنا أكيد بدأنا نشوفها في حاجة جميلة جدا 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 شوارعنا. اهو. تقدر تجري الفيديو. علبة توزيع ألياف ضوئية، أو طبعا انت ممكن زي تاخد ما فيديو بيقولوا زي ده وتعدل عليه، عليه يعني لو الصور FTTH. اللي هي ظاهرة وببساطة دي شديدة مش جدا عاجباك دي انت ممكن تعتبر تاخده المحطة الأخيرة اللي بتوصل كابل. وتعدل عليه. يعني فيديو زي ده انت ممكن تحمله دلوقتي وتبتدي تعدل عليه، او تحمله وترفعه زي ما هو كده. كده انت عملت فيديو، كده هو عمل لك فيديو. فسواء انت كنت مدرس او منشئ محتوى او طالب هتقدر تعمل كده. حتى كمان المدرس نفسه ممكن يعمل له محتوى على اليوتيوب او على الفيسبوك او على التيك توك ويعمل عليه فيديوهات بالشكل ده. مش لازم هو اللي يشرح، لا تاخد الشرح اهوت. انت مجرد انك ممكن بس يعني تراجعه لو شفت فيه اي اخطاء، وبصراحه انا ما لقيتش اخطاء. يعني انت لو رجعت هنا كده في الكلام اللي هو كاتبه لي ده او في الفيديو اللي انا عملته ده مش هتلاقي اخطاء، لان هو بيعمل من المصدر اللي انت اديته له، ما بيألفش كلام من عنده. لا هو بناء على المصدر او بناء الكلام اللي انت كتبته له هو بيبتدي شرح ليه. طيب فيديو زي ده انا اقدر احمله؟ اه طبعا تقدر تحمله بكل سهولة. من هنا كده تنزيل وتضغط، ابتدى في تحميل الفيديو MP4. يعني انت كده كطالب هتقدر تذاكر من غير ما تروح لمدرس ولا تاخد درس ولا اي حاجة. لو انت مدرس هتقدر تعمل ملخصاتك وتعمل دروسك وتعمل شرحك وترفع كمان على الانترنت وتعمل صفحة ليك. لو انت منشئ محتوى هتقدر تعمل فيديوهاتك بكل سهولة. ولو انت عايز تبتدي في انشاء محتوى لسه ما تعرفش اي حاجة، هتبتدي تكتب الموضوع اللي انت عايزه وهو هيعمله لك، وخلاص كده انت بقيت منشئ محتوى وارفع فيديوهاتك. وادي الفيديو اللي احنا حملناه. يا أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن حاجة كده كلنا أكيد بدأنا نشوفها في شوارعنا. صندوق جديد وغريب بيتركب والكل بيسأل هو إيه ده بالظبط. طيب تعالوا بقى مع بعض نفهم قصة الصندوق ده ونفك شفرته. أنا متأكد إن أغلبنا شاف الصندوق ده وهو بيركب، والفضول اشتغل على طول. يا ترى إيه قصته؟ وهل هيفرق معانا في حاجة؟ زي ما انتم والإجابة شايفين كده بمنتهى البساطة هي طبعا. زي ما انتم شايفين كده ابتدى يشرح لي، ابتدى يقول الشرح بالصوت
وزي ما انتم شايفين بيغير اهوت في الصور، جايب عبارة عن جداول، انا برضو هسيب لكم الفيديو ده على القناة عشان تقولوا رأيكم فيه ايه بكل صراحة. يعني بصراحة حاجة جميلة جدا جدا جدا. يعني أداة زي ديت أنت مش هتقدر تستغنى عنها، سواء كنت طالب، سواء كنت مدرس، سواء كنت منشئ محتوى، أو سواء حابب إنك تنشئ محتوى جديد، فديت أنسب حاجة ليك وأسهل حاجة بالنسبة لك. الفيديو ده أنت ممكن تاخده وتعدل عليه براحتك، تضيف صور، تضيف شعار ليك، تضيف أي حاجة، تعدل في الصوت براحتك. خلاص أنت كده معاك الفيديو بتاعك، وبراحتك اعمل فيه اللي أنت عايزه، سواء فيديو، سواء صوت، سواء ملخص كتابي. ده بصراحة مش هتقدر تستغنى عنه مهما كان مجالك. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا لو عجب حضرتك الحلقة ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه مشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. وأي سؤال أو استفسار سيبوها لي في التعليقات أسفل الفيديو، وبحاول أرد عليكم في أقرب وقت ممكن. ما تنسوش الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك والتيك توك، محمد موسى، مستر تكنولوجي ومستر تك. وشكرا على حسن متابعتكم.